اوكي، الفيديو ده اعتبروه كأننا 2 صحاب قاعدين بيتكلموا. هاتوا حاجة تشربوها وتعالوا نقعد نتكلم. انا كل رمضان اما بيبدأ ببقى اللي هو انا عاوزة استغل كل دقيقة اني اخلي علاقتي بربنا احسن اقوى. فانا قعدت ابحث في الموضوع وادور هنا وهنا وهنا، عشان انا نفسي رمضان ده ان هو انا اكون حققت كل حاجة انا عايزة احققها في رمضان ده. حققت اهدافي الروحية، اهدافي الجسدية، حياتي تكون احسن بعدين. رمضان بجد بيكون فرصة في ان حياتك تتحسن. ففي الفيديو ده هكلمكم عن شوية نصايح انا يعني لملمتها من هنا ومن هنا من هنا، من ارتكل هنا، من شخص كبير، شخص جميل، زي اللي هو انتوا فاهمين الناس الكبار اللي هو يدونا نصايح ان احنا ازاي نستغل رمضان صح. وكمان كتاب من هنا، فاخدت كذا حاجة بحيث ان انا ألملم اللي هو الطريقة الصح، او خدت اكبر استفادة تفيدني ان انا ازاي استغل شهر رمضان بطريقه صح. حاليا فاضل اسبوع على شهر رمضان، عشان تكون فتره رمضان تكون فتره ناجحه. عشان نمر باي فتره ناجحه، عشان تكون ناجحه، ان احنا نستعد ونعد لها كويس او نجهز لها كويس. قريت ان اي حد ناجح من الاشخاص الناجحين في مسارات مختلفه في الحياه هتلاقيهم بيجتهدوا جدا في الاعداد والاستعداد. يعني هم ذات نفسهم يستعدوا، وانهم يجهزوا ويعدوا للحاجه اللي داخلين عليها، اللي عاوزين يجتهدوا فيها، اللي عاوزين يكونوا ناجحين فيها كويس. ودي حاجه هتلاقيها منطقيه، يعني حتى اللاعبين اللي بينزلوا يلعبوا كوره مثلا بيستعد كويس جدا، بيورم اب، بيعمل الحاجات اللي هي اللي اسمها التحميه. وده لقيتها حاجه مهمه جدا خصوصا في فتره رمضان، ان احنا قبل رمضان نستعد، نحضر، نعدله. ولقيت ان في تحضير من كذا اتجاه. يعني انا لما دورت في الموضوع لقيت ان في تحضير من كذا اتجاه، وحاجات بجد هتساعدك في انك تنغمس في عبادتك، وتنغمس في ان انت تستغل رمضان بطريقه صح. وبجد لقيتها حاجه حلوه جدا، وحاجه هي بتكون فينا بس احنا مش حاطين ايدينا عليها، اللي هو مش عارفين ايه ده. مش عارفه يعني. I hope ان ده بيميك سنس، بس مش عارفه اقولها لكم ايه اكتر من كده. بس هتفهموا يعني لما نتكلم في الموضوع اكتر. في حاجه اسمها ان احنا بنجهز انفسنا او نفوسنا. سمعت من حد كبير بيقول ان الصحابه كانوا بيجهزوا نفسهم رمضان قبل رمضان ب6 شهور. انتوا متخيلين؟ هي اتقالت لي كده عشان هو ما كلمنيش في التفاصيل، يعني ايه اجهز نفوس، يعني اعمل ايه برضه. بس انا دورت وقريت. اوكي، اول خطوه تحط اهداف انت عايز تعمل ايه في رمضان، وتحطها بالتفصيل. يعني عايز في رمضان ده اقوي علاقتي بربنا، ده اللي انا عاوزه. طب انت هتعمل ايه عشان تقوي علاقتك بربنا؟ انت محتاج حاجات بالتفصيل عشان تعرف تحقق ده. من الاخر اللي هو اكتب الهدف وحدد مواصفاته. يعني مثلا انا هدفي من اهداف رمضان، انا هشارككم اهدافي في رمضان عشان تكون اللي هو، وانتوا برضه تشاركوني اهدافكم في رمضان عشان ناخد من اهداف بعض، تكون حاجه نستفيد بيها مع بعض. حاجه مثلا من اهداف رمضان عندي اني عايزه اختم القران مره في رمضان. عايزه اختمه قرايه. يعني كنت بتكلم مع حد في الموضوع، كل ما اتكلم مع حد في الموضوع ده يقول لي انا ختمته مرتين. انا ختمته، بسم الله ما شاء الله عليهم، بسم الله ما شاء الله. يعني الموضوع بالنسبه له هو موضوع جميل جدا ان انت تختم القران 30 مره. يعني في ناس بتبقى بالنسبه لها عادي ان احنا تختم القران كذا مره في رمضان. انا بالنسبه لي انا بحاول لحد دلوقتي ان اختم، يعني حتى رمضان اللي فات كنت بحاول اني اختم رمضان مره، اختم قصدي القران مره في رمضان. كل ما اقول لحد الموضوع ده يقول لي ازاي، مش عارفه ايه ده، انا ختمه مش عارفه كام مره. بحس بقى من جوه يعني هو انا للدرجه دي مقصره؟ بس انا مش مقصره، انا بحاول يا جماعه، كفايه ان انا بحاول. فده بالنسبه لي يعني انا ده هدف من اهدافي في رمضان. حددت الهدف، انا عايزه اختمه مره. انا عارفه ان قدراتي هتجيب ده، يعني انا عارفه ان قدراتي ان هقدر اعمل ده ان شاء الله، اني بحاول اعمل ده. لكن انا مثلا لو كنت سمعت اللي بيقولوا لي انا ختمته مرتين وثلاثه، فاروح جايه عند الهدف واروح قايله هختمه مرتين، لسه مرتين، هاجي في رمضان مش هعرف اعمل ده، هيأس، هيديني احباط. فدي حاجه من الحاجات، يعني ان حطوا اهداف متفصله وعارفين، يعني ما تروحوش للاكستريم في الاخر مش هيحصل. وهتيجي بعدين تقول اللي هو ما انا بحط اهداف ما بتتحققش، عشان انت بتعجز نفسك. انت بتحطش اهداف، انت بتعجز نفسك. اللي هو انت هتعمل ده فانت تلاقي نفسك مش هتعمل ده، فانا اللي هو انا خلاص انا ما بقدرش اعمل حاجه، انا في رمضان ما بعملش حاجه خالص. يعني يا جماعه مشوا الدنيا.
هدفي مثلا، ومش لازم تكون اهداف كبيره كمان، يعني أنا هدف من اهدافي ان انا ما افوتش السحور. السحور وجبه مهمه جدا، هي اللي بتبني عليها صيام اليوم اللي بعديه. فانا هدف من اهدافي ان انا ما افوتش السحور، واني اتسحر كل يوم. كمان هدف من اهدافي ان انا اقلل قعدتي على الشاشات، موبايل، تلفزيون، اي شاشه من الشاشات، اني اقلل قعدتي عليها. فانا حطيت الهدف وحطيت مواصفاته، حطها في نيتك. يعني باسمعها دايمًا والله، حتى الناس الكبيرة اللي بيقعدوا ينصحوني يعني، وأنا رُحت أسمع منهم النصيحة عشان أعرف طب أنتم بتعرفوا تعملوا ده، طب قولوا لي أنتم بتعملوا إيه عشان أعرف أعمله. فأنا رُحت سمعت منهم يعني، فجيت أتكلم معاكم في الموضوع ده برضه. هُم قالوا لي إن لازمًا لازم موضوع النية ده، انوي الاستعداد لرمضان وتقولي لأ أنا هاعمل ده في رمضان وبطريقة إيجابية. وفي حد قال لي انوي الاستعداد عشان يكون عملك مقبول، وقال لي حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول إنما الأعمال بالنيات. حاجة مهمة أوي، فكان لازم برضه آخدها في الاعتبار. نيجي لجزء التحضير والاستعداد وقصادهم العادات. لقيت إن من ناحية مثلا الروح اللي هي التحضير الروحي، في قصاده عادات روحية هتخليني برضو تساعدني اني استغل شهر رمضان صح، وهتلاقيهم مع بعض هيسهلوا عليا حاجات كتير قوي في رمضان، وهيخلوني استغل رمضان بشكل صح. قريت ان انت لازم تفكر في اللي انت عاوز تحققه في شهر رمضان، وتتأمل وتفكر في حياتك الروحية. تحس ان رمضان بيعمل حاجة زي كده هيلينج للروح. من ضمن التحضير الروحي والعادات الروحية، تستغل شهر رمضان عشان تتوب. لو مثلا انت طول السنة بتعمل حاجات وحشة، في عادات وحشة في حياتك انت بتعملها وعايز تغير ده، رمضان فرصة عشان تغير ده. ابدأ قراءة القرآن من دلوقتي وتفكر في معاني الآيات. فكرة كمان ان انت هتقرأ قرآن من دلوقتي وتفكر في معاني الآيات، ده هيحسن فهمك وتقديرك للقرآن. الصلاة طبعا ما فيهاش كلام انه لازم نصلي ونؤدي الصلاة في وقتها، دي حاجة ما فيهاش كلام أصلا. جماعة الأذكار والاستغفار ده بجد ده أساسي في رمضان. نذكر ربنا كتير، نستغفر طول ما احنا قاعدين في أوقات فراغنا، دي حاجة لازمة، ده أصلا من ضمن العادات الروحية. يعني انتوا شفتوا الحاجات الصغيرة دي هي اللي هتبدأ تعمل إصلاح لروحك، دي حاجات مهمة لروحك. يعني ده برضو ده حاجة واجبة عليك، ده كده كده احنا عارفينها، بس ربنا بيخلينا نعمل ده عشان روحنا، ده لصالح روحنا لصالح نفسيتنا، ان احنا نعمل ده فنفسيتنا تكون كويسة. تاني تحضير لقيته ان انتم المفروض تحضروه هو التحضير النفسي. انا لقيت ان في حاجة تحضير نفسي قدامها عادة نفسية. في التحضير النفسي ده بيقول لكم ايه بقى؟ يقول لكم ان انتوا تتأقلموا مع فكرة الجوع والعطش. ومن ضمن التحضير النفسي برضو اللي قريته انك خليك ايجابي، ودايما حافظ على التفاؤل، واعرف ان ده كله انت بتعمله عشان ربنا، وكمان ان رمضان فرصة عشان تحسن حياتك. لقيت بقى حاجة حلوة جدا، انك حاول تاخد دعم اجتماعي من اهلك واصحابك، تتواصل مع عيلتك اكتر، مع اصحابك اكتر، تشاركهم انجازاتك بتاعه اليوم، الاكتيفيتيز اللي انت عملتها. اما العادات النفسيه فبيقولك ان انت لازم تتواصل مع ربنا اكتر، يعني ادعوا اكتر، استغفروا ربنا اكتر، اشكروا ربنا كتير واحمدوه كتير، وخليكم ايجابيين وتبرعوا واشتركوا في انشطه خيريه. نيجي بقى للحاجه اللي بتفلت مننا دايما او تكون بره تحكمنا ساعات، او لا احنا نقدر نتحكم فيها، بس يا جماعه احنا بنتحكم فيها لمده يومين وبعد كده بتفلت مننا، هو التحضير الصحي والعادات الصحية. جماعة أنا عارفة بيبقى صعب إن احنا نكون صحيين في رمضان، بجد بيكون صعب. إن الأكل بيبقى حلو جدا في رمضان. أنا ماما بتتفنن إنه إزاي تعمل أجمد فطار كل يوم. أكيد مش أنا بس، أكيد الناس كلها كده، بجد بيكون أجمد أكل بيكون في رمضان جدا. بس على الأقل حاول تدور أو تنقي أكلك في رمضان. بصوا، فكرة إن تاكل أكل صحي في رمضان ده هيسهل وهيهون عليك صيامك، زي مثلا انك تاكل الحاجات اللي فيها بروتين ومعادن وفيتامينات. البروتين هيخليك تحس ان انت فل، وانا شبعت، وهيديك طاقه. تعرفوا بقى حاجه، يعني انا كنت دايما بسمعها ان هو كله تمر كتير، كله تمر كتير. انا ما كنتش بحب التمر، طب اقول لهم ليه اشمعنى انتوا بتاكلوا على التمر كتير كده؟ عشان سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت بقى ان التمر فيه صوديوم، فيه كالسيوم، فيه مغنيسيوم، ايه تاني، فيه بوتاسيوم، فيه حديد، فيه بجد معادن كتير قوي، وده اللي جسمك بيكون محتاجه عشان تستحمل الصيام. المعادن دي موجوده في جسمك، فانت خلاص اوريدي انت مش تعبان في الصيام، لكن انت جسمك ناقص الحاجات دي، فانت الصيام هيبقى متعب بالنسبه لك. عشان كده الرسول كان صلى الله عليه وسلم بيوصينا بالتمر. يعني انا محدش كان بيقول لي ده، اكيد الرسول كان
اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف ده وكان بيقوله، بس انا ما كانش حد بيقول لي ده، بس انا اكتشفته مع نفسي. ده نهايه الفيديو، اشوفكم بقى في فيديو جديد. الفيديو الجاي هيكون عن في بنات كتير قوي هيحبوه لانه هيكون مسلمه جلو اب، ازاي نعمل جلو اب كمسلمات قبل رمضان. وكمان هيكون في ازاي ننظم وقتنا في رمضان ما بين الدراسه والمذاكره. ده هيكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ده واستفدتوا بحاجه في الفيديو ده. ورمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين.